الفترة الأخيرة مارفل كانت واقعة بطريقة مش طبيعية، وحرفيًا عملت أعمال كتير أوي ما تتشافش، بس طول الوقت كنا مستنيين طوق الإنقاذ اللي هينقذ عالم مارفل السينمائي وهو فيلم ديدبول أند وولفرين. فهل فعلًا فيلمنا كان طوق الإنقاذ لعالم مارفل السينمائي؟ قصة فيلمنا بتبدأ من بعد أحداث فيلم لوجان وموت وولفرين، بيحصل خلل في العالم ده وبيبقى هينتهي، والشخص الوحيد اللي قادر على إنقاذه هو وولفرين. فديدبول بيخش في مهمة علشان يقدر يجيب وولفرين علشان ينقذ العالم بتاعه. طبعًا القصة بتاعة الفيلم أعقد وأكبر من كده بكتير، بس انا بحاول ما احرقش عليكم. فيلمنا اخراج شاون ليفي وبطولة رايان رينولد وهيو جاكمان. وحرفيا يا جماعه وانا بتفرج على الفيلم ده كان نفسي الوقت ما يخلص. حسيت ان انا بتفرج على فيلم من اجمد وافجر الافلام اللي مارفل عملتها في تاريخها. اعتقد ان بالنسبه لي الفيلم ده على الاقل من التوب 3 في عالم مارفل السينمائي. اول ميزه بالنسبه لي في الفيلم وهي المفاجآت اللي الفيلم ده بيقدمها لي. انا للاسف مش هقدر اقول حاجات كتير في الفيلم ده علشان اقل كلمه مني هتحرق عليكم الفيلم، بس النهارده بالليل هنزل فيديو مناقشه لفيلم ديدبول اند وولفرين بحريه حرق كامله، فتاكد ان انت عامل لي سبسكرايب علشان يوصلك الفيديو ده. حرفيا يا جماعه في حاجات انتوا مش هتتخيلوا ان هي ممكن تكون موجوده في الفيلم، ومهما اتحرق عليكم حاجات في الفيلم برضه محدش هيقدر يتوقعها. وزي ما ظهر في التريلر ان نسخه وولفرين دي هتكون مختلفه عن اللي احنا عارفينها. فهل النسخه دي كانت كويسه؟ انا بصراحه كنت خايف جدا من الموضوع ده، وكنت خايف ان هي ما تكونش نسخه جاذبه للاهتمام. وبصراحه النسخه دي عكس توقعاتي وعكس خوفي كانت كويسه جدا. حرفيا انا دلوقتي شايف ان الفيلم ده ما كانش ينفع يتعمل باي طريقه غير الطريقه دي. وحرفيا الكوميديا بتاعت الفيلم بتاعنا من اول لحظه فيه لحد اخر لحظه انت قاعد بتضحك. الفيلم ده هو اكتر فيلم في عالم مارفل السينمائي الكوميديا فيه كويسه وفعاله جدا، وكذلك السي جي اي. حرفيا يا جماعه السي جي اي في الفيلم ده رهيب. يعني حرفيا السي جي اي عامه اتعمل علشان الافلام اللي شبه الفيلم ده. وبصراحه بصفه عامه بصريا الفيلم ده كان خرافي ككل حاجه، ديكورات وسي جي اي ومشاهد قتاليه فوق الوصف. حرفيا معموله باتقان كبير جدا. لو انت عايز تتخيل الديكور بتاع الفيلم بتاعنا شبه فيلم ايه، فهو شبه فيلم ماد ماكس. فيلمنا متقسم لثلاث فصول، مقدمه ووسط ونهايه. المقدمه كانت خرافيه، حرفيا كانت تحفه فنيه، وكذلك النهايه. بس بصراحه الوسط عندي عليه تعقيبات كتير، في اوقات معينه كده كنت بمل شويتين ثلاثه بصراحه. وبالمناسبه ده طبيعي في اي فيلم، بس ما يكونش فيلم سوبر هيروز، عشان الحاجه الاساسيه اللي فيلم السوبر هيرو بيديها لك هي ان مفيش لحظه ملل في الفيلم. بس برضه ده ما اثرش على استمتاعي بالفيلم بصوره كبيره، عشان كنت كل ما ازهق شويه الاقي فيه مشهد قتالي او حاجه بتشد انتباهي بصوره كبيره. عيوب الفيلم بالنسبه لي ما كانتش كتير، بس بصراحه كانت مزولاني حبتين. واول عيب معانا هو الفيلن في الفيلم بتاعنا. هي قويه واقوى من ابطالنا وحسينا بالتهديد منها في الاول، بس بعد كده بدات احس ان هي اتحولت لنكته، اللي هو حسيت ان هي موجوده علشان الحبكه بتاعه الفيلم مش اكتر. يعني احنا لحد دلوقتي في عالم مارفل السينمائي مفتقدين لفيلن زي ثانوس، بس انا متفاهم ان الفيلم ده عباره عن تمهيد للي جاي في عالم مارفل. حاجه تانية في العيوب برضو وهي ال 3 دي. حاسس ان ما كانش ليه لازمه غير في المقدمه بس. يعني بصراحه لو قدامي ان اتفرج على 3 دي او 2 دي هتفرج على 2 دي. ما حسيتش ان ليه تاثير كبير بصراحه على الفيلم بتاعنا. ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين. للاسف في الفيلم ده مش هقدر اقيم غير الممثلين ظاهرين في الاعلان، عشان اي تقييم لاي ممثل تاني هيعتبر حرق. اول حاجه راين رينولدز، بالنسبه لي كوميديا مش طبيعيه طبعا، وزي اغلب ادواره حرفيا خرافي. وبالمناسبه بالنسبه لي حاليا راين رينولد هو من افضل ممثلين الكوميديا في العالم، وتقييمي ليه في الفيلم ده هو 8.5 من 10. هيو جاكمان بصراحه انا مش قادر اتخيل ان في حد ممكن يأدي دور وولفرين غيره، وبجد انا نفسي من كل قلبي ان هو يفضل في عالم مارفل السينمائي، وتقييمي ليه هو 8 من 10. فيلم ديدبول وولفرين هو من الافلام اللي انت حرام ما تدخلوش سينما. حرفيا فيلم خرافي، وزي ما قلت هو من التوب 3 ومن افضل 3 اعمال في عالم مارفل السينمائي. طبعا ارشحه لك وبقوه وبشده جدا. وتقييمي لفيلم ديدبول وولفرين هو 9 من 10. في رايك هل فيلم ديدبول وولفرين هيكون صحوه لعالم مارفل السينمائي ولا هتفضل واقعه زي ما هي؟ يا ريت لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.